ليك بطايطاي. شنو المغرب اش كيدير؟ المغرب شنو كيدير؟ شنو فينا هو رد الفعل ديال المغرب لدابا هذا؟ فين نورمالمون اقل حاجه خصو يخرج شي حاجه اليوم من هذا، مازال ما خرجش، نقولوا من البارح اليوم، اقل حاجه حنا غنتسناو غدا ونشوفوا فين هو هذا الشيء ديال المغرب. اختي غزال ما بغيتش نقاطعك، غير هو اختي راه كاين تحقيق، يعني حاليا راهو كاين تحقيق، حتى الدوله المغربيه الا بغات تاخذ اجراءات او لا غادي تدخل بطريقه اللي قانونيه. مادام كاين تحقيق ما نزربوش ونحكموا. هو سي فغي انه راه هذه القضيه غير باش نفهموا، باش ما نطيحوش في الفخ ديالهم. وهما هذه القضيه اللي داروا راها الاستفزاز الشعب المغربي. لان هاد الناس هادو، غير باش نقول لك اختي، هاد الناس هادو ما بقى عندهم ما يخسروا في بلادهم. هاد العصابه الحاكمه عارفه راسها على انها تحتضر كما كنقولوا، يعني كيقلبوا على الحرب مع المغرب باي طريقه. يعني شفنا المتعدده اللي داروها من قبل، جاتنا باش ما نساقوش. غير سمعيني اختي، باش ما نساقوش في هذاك الطرح ديالهم. حنا كنثقوا في الدوله المغربيه، وكنثقوا في القضاء ديالنا، وكنثقوا في اي حاجه من طقسها جلاله الملك نصر الله. يعني هادوك راه كيف ما هما خوتنا ومغاربه، راهم وليدات جلاله الملك نصر الله. يعني راه ما غاديش يسكت على هذا الشيء. حنا غنكونوا اكيدين انه ما غاديش يسكت، هذا الشيء ما غاديش يدوز هكذاك، لان هادوك الرواح اللي تقتلات كما قلت، يعني القضيه راه ولا فيها قتل عمد. غير باش ما نمشيوش في سياق واحد اخر. لا البال اختي، شفتوا انتم واحد لا فيديو ديال السيد واقيلا اللي ولد عمو ولا بحال هكا، راهو في فرنسا. يعني هذا السيد هذا اللي مات الله يرحمه ويوسع عليه عنده جنسيه فرنسيه. يعني كنظن ان فرنسا غادي تكون على الاقل غادي تدخل، لان السفاره الفرنسيه من ضروري ما غاديش تسكت على هذا الشيء، لان كيتسمى مواطن فرنسي ذو جنسيه فرنسيه، بغض النظر على انه واش اصول مغربيه، مي كيبقى حامل الجنسيه الفرنسيه. يعني ابار اننا نقولوا المغرب داخل في هذه المساله هذه، مي فرنسا كنظن والله اعلم، واخا انا ما كنتوقعش 100%، مي هادو الناس اللي فاميلتو خرجوا تصريح في فرنسا قايلين بان فرنسا يومين هذا عطوهم، يعني داروا شويه ديال مشاو ديكلاراو تاتا بزاف المسائل، هضروا حركوا وداروا الاتصالات ديالهم، وما كاين حتى شي رد لدابا. كما قلتي انت بتاتر كاين شي تحقيق، شي لونكيت ديالهم وذاك راه، ولكن كنتمنى صراحه لان مازال ما كملاتش عليها حتى 72 يعني خصنا على الاقل يتسناو باش يعرفوا شنو طرا اكزاكتومون. وكما قلتي اختي، التدخل الفرنسي راه ما عنده حتى شي حاجه غيزيدها في هذه القضيه، لانها وقعت في المغرب يعني وقعت في المناطق الجزائريه. لا حيت انا كنقول لكم لا فيديو ما بين المغرب والجزائر، يعني فاميلتو اشنو قايلين اكزاكتومون، شنو حاطين بانه هو حامل الجنسيه الفرنسيه، وهما داروا يعني اتصالات ديالهم في فرنسا على اساس ان زعما فرنسا تدخلت هي في هذا المشكل. انا واش متاكده دا عنده جنسيه ولا ما عندوش جنسيه فرنسيه، لان هذه من الكلام بالالسنه ديال الفاميله ديالته هو كيقولوها، هما كيقولوها. اختي غزال، احنا لا يهمنا كان عنده او ما عندوش، احنا اللي كنعرفوه هو انه عنده جنسيه مغربيه قبل كل شيء، يعني مغربي. احنا ما كيهمناش عنده دوبل ناسيوناليتي ولا لا، هذيك حاجه ما شخصيه، احنا ما دخلناش فيها. احنا اللي كنعرفوه ان الناس اللي ماتوا هما مغاربه عندهم جنسيه مغربيه، وغادي يتجاب الحق ديالهم ان شاء الله. انا اش كنتمنى صراحه، كنتمنى يكون شي رد فعل من المغرب والحكومه المغربيه ان شاء الله يا ربي. اختي غزال معك نهى، غادي يكون رد الفعل اكيد. ما كنظنش ان المملكه المغربيه غتغاضى على هذه الواقعه، لانها كيف ما قالت الاخت رجاء هذوك راه وليدات المملكه. ولكن غادي يكون رد اللي هو عقلاني. هما الهدف ديالهم راه بغاو يستفزوا الشعب المغربي باش يجرونا لصراعات ويخرجونا على الطوع ديالنا، لانهم بالفعل نجحوا انهم يستفزونا، نجحوا ان هذا الحدث انه ياثر علينا ويضرنا. ولكن قانونيا ما غاديش نجروا وراهم، وكوني على يقين ان الدم ديال داك هذوك الشهداء ما غاديش يمشي هباء منثورا. بخصوص الجنسيه الفرنسيه، ملي كتكون عندك جوج جنسيات، فان الثانيه كتسقط الا كان شي مشكل واقع لك في بلادك، لانهم شباب مغاربه وشوف الدليل لانهم دفنوا في بلادهم، والحمد لله ها ولاد بلادهم كيهضروا عليهم. ما غنتسناوش حنا فرنسا تهضر عليهم ولا فرنسا تجيب لهم حقهم. ولاد المملكه والمملكه المغربيه غتاخذ لهم حقهم. يمكن المساله مساله وقت. وحتى داك اللي قلتي اللي خرج تكلم باسم الحكومه ما يقدر يقول حتى شي حاجه، لانها مساله شويه حساسه. خاصو يعرف ماشي بحال تبون السلام عليكم وعليكم السلام والله اللي حكمت ايماه. هذا الكلام ممكن اي حد يخرج يقوله، مدني بحالي بحالك بحال سي عبد الرحيم، ولكن ملي كتنطق الحكومه خاصها تنطق باشياء اللي هي رسميه وتحمل مسؤوليه الكلام اللي كتنطقوا.
مجرد اجراءات وخاصة فتينوها فاش كتكون اون انكيت اون كور، يعني ما كيخص كيصبروا المسؤولين او لا اي واحد غيقول شي كلمه يعني غيتحمل مسؤوليتها. يعني ملي كتكون شي انكيت اون كور كيتسناو هذيك لونكيت اشنو عطات باش يقدروا يدخلوا تدخل صحيح، وباش حتى الا قالوا شي حاجه ما يتحملش المسؤول. مستحيل ان الحكومه ولا الدوله المغربيه تسكت على هذا الشيء اللي طرا. كيف ما حنا متاثرين اللي حنا مواطنين عاديين نكونوا على يقين ان الدوله المغربيه كلها متاثره بالوفاه ديال هذوك الشباب رحمهم الله. والحمد لله احنا ما ساكتينش اختي غزل، احنا كمواطنين كمدنيين كندوا لهذا العمل الاجرامي اللي قاموا به هذه مجموعه الارهابيين، كندوا به وكنطالبوا بالفعل ان السلطات تاخذ حق وتاخذ هاد الشباب، تاخذ حق هاد الشباب. اللي سمعت السي عبد الرحيم هو قال لك، انا غير سمعت ماشي من مصدر موثوق منه، ان الشاب المعتقل راه من اصول جزائريه. قال لك الصديق ديالهم كان من اصول جزائريه. لا ما عرفتش طلع الاخ قيس غير لاكسون تاع ديك المنطقه. لا كتعرف الاخ قيس انت؟ نعرف العائله قيسي ونعرف كاع دوك الاخوان اللي كانوا تما. ورا الاخ قيس هو اللي صرح بها وخديتها منه، ولكن في نفس الوقت قلت يمكن قال لك يمكن بنت عم الشباب هي اللي قالت لهم راه المواطن اللي كان معاهم الصديق ديالهم راه كان من اصول جزائريه وكان نازل معاهم حتى هو في السعيديه، وما عرفوش واش انا داكشي كان مخطط ليه ولا كانت. المهم كاين واحد الغموض في المساله، وهذا وقيله هو السبب اللي مخلي ان الحكومه متحفظه على الملف. ملي غتنطق بالحق، غتنطق بادله، ما غتنطقش باشياء اللي هي اكيد لعلمكم لعلم الاخوان. البحريه الجزائريه من طلقت الرصاص، قبل ما تطلق الرصاص هي في الاعراف الدوليه المساطير القانونيه الانسان خصو واحد كيكون عندهم، انا شفتو والاخر كيكون عند الزودياك في اي زودياك ديال البحريه كيكون عندها واحد المكبر صوت. انا شفت واحد خدمنا واحد كومونتير على واحد كومونتير على واحد نتاع لا سبالدا موخادا معروف راه فوتات في تيليسينكو. يعني لا غوارديا سيفيل قبل ما تهضر ولا تطلق شي حاجه ولا كتكلم معاهم في هذيك الموقف وكذا.